السينابون او السينامون رول، حاجة كده فظيعة وسهلة جدا وكلنا بنحبها وبنشتري قطعة من بره بالشيء الفلاني. طبعا بكل سهولة وبتكلفة اقل نعمل صينية او صينيتين زي اللي قدامكم دول، وهنطلعها بكل سهولة. حاجة سهلة جدا على فكرة، هو مش صعب خالص وطري ولذيذ، والتوبنج اللي عليه تحفة لو عملته بنفس الخطوات. حاجة كده وهم، وهتعجب عيالكم جدا وهتعجبكم ومش هتشتروها تاني خالص من بره. زي ما قلت لكم، هي قطعة من بره تعمل نص صينية من اللي انتوا شايفينها، يعني تعمل حوالي 5 قطع من اللي انتوا شايفينها. تعالى اقول لكم دلوقتي المكونات. هنجيب بولة وهنحط فيها كيس خميرة فورية، وهنحط فيها معلقة سكر او معلقتين سكر صغيرين، وهنحط ربع كوباية مية دافية. نقلب كل الحاجات دي في بعض زي ما احنا شايفين ونسيبها على جنب لغاية ما تشتغل. احنا الخطوة دي بس بنتأكد ان الخميرة شغالة، يعني ممكن نحط الخميرة على الدقيق عادي خالص ونشتغل على طول، لكن احنا دلوقتي بنتأكد ان الخميرة كويسة عشان نبدأ شغل فيها واحنا مطمنين. كيلو دقيق هنروح نخلينه كويس قوي، لو عايزين تنخلوه مرتين كمان هيبقى احسن. نوع الدقيق هيبقى جميع الاستخدامات او الضحى المغلف. الخميرة بتاعتنا خلاص اشتغلت وعليت شوية، عرفنا اللي هي تمام. هنحط بقى كوباية سكر وسط او كوبايه الا ربع سكر حسب ما انتوا عايزين. هنحط بيضتين، هنحط كوبايه زبده نكون مدوبينها بس خفيف في الميكرويف، كوبايه لبن تبقى دافيه برضو مش ساقعه من التلاجة، يعني ممكن نحطها في الميكرويف برضو ثواني تدفى حاجه بسيطه. بعد كده كيسين فانيليا ورشه ملح خفيفه، وهنقلب كل الخليط الجميل ده مع بعضه. الخليط ده كله كده يعتبر دافي مش ساقع. هندوب كله في بعضه لغايه ما البيض يمتزج بالزبده بكل حاجه. هنقلبه كويس، وبعد كده هنروح نازلين بالدقيق اللي احنا نخلناه على جنب. هنحط كيلو دقيق، هنحط كوباية كوباية او كوبايتين كوبايتين. هنحط كيس بيكنج باودر. الدقيق هنحطه زي ما انا بقول لكم على مراحل، ونقلب كل ما نحط كوباية نقلب لغاية ما نوصل للعجينة المطلوبة، اللي هي طرية وما بتلزقش بس طرية في نفس الوقت، يعني احنا نكون ماسكينها حاسين اللي هي طريه معانا. بتبان جدا لما بنمسكها وطريه، نعرف ان العجينه دي هتطلع تحفه والسينابون هيطلع تحفه. ممكن نعوز شويه دقيق كمان زياده عن الكيلو، ممكن نحتاج كوبايه مثلا. المهم اللي احنا نوصل لدرجه العجينه اللي احنا عايزينها، يعني الدقيق بيختلف من مكان لمكان ومن نوع لنوع، فاحنا نفضل ورا العجينه لغايه ما نوصل للمطلوب، اللي هي شكلها زي ما انتوا شايفين كده قدامكم. شايفين هي طريه ازاي وما بتلزقش، والبوله نفسها نطفت. نفضل نعجن لغايه ما البوله نفسها تبقى نظيفه ما فيهاش اي بواقي عجين. هنركنها على جنب طبعا تخمر ساعه، ساعه الا ربع حسب الجو اللي موجود عندنا. يعني الجو لو دافي شويه هتلاقيها خمرت معانا بسرعه. هنجهز بقى الحشو اللي احنا هنحشي بيها السينابون. هيبقى عباره عن نص كوبايه سكر او كوبايه سكر، 3 معالق قرفه ناعمه، معلقتين كاكاو خام او نسكويك او اي حاجه بس يبقى فيها شوكولاته. انا بحب الشوكولاته، يعني احنا عايزين نستغنى عن الشوكولاته ممكن نستغنى عنها، هي بتتعمل بسكر وقرفه بس. انا بزود الكاكاو الخام ده من عندنا، بس بيديها طعم حلو جدا وما بيبقاش فيها سنه المراره اللي هي بتبقى في القرفه كلها. العجينه خمرت ما شاء الله معايا زي ما انتوا شايفين كده. نطلع الهواء كله اللي فيها ونقسم العجينه دي، هتعمل صينيتين. هنقسم العجينه دي على 2، وهناخد النص الاولاني وهنفرده زي ما احنا شايفين. السمك بتاعها هيبقى نص سنتي او اقل بسيط من النص سنتي. المهم اللي هي تبقى ارفع من النص سنتي مش اتخن من النص سنتي، لانها لسه كمان هتنفش، هتخمر وتعلى شويه، ولما تدخل كمان الفرن هتعلى اكتر من البيكنج باودر. فردنا العجينه رفيع زي ما احنا بنقول، وهندهن عليها الزبده تبقى لينه، يعني طالعه من التلاجة بقالها ساعه مثلا. او المهم اللي احنا نوصل لدرجه الليونه بتاعه الزبده زي ما احنا شايفينها كده، اللي احنا ندهنها بكل سهوله. بس طبعا ما نسيحهاش، يعني الزبده لو طالعه جامده معانا ما نسيحهاش طبعا، هو يفضل تبقى لينه مش سايحه. وهنفردها زي ما احنا شايفين على العجينه كلها، وهنجيب الخليط الجميل اللي احنا كنا عاملينه من القرفه والكاكاو الخام والسكر، ونرشه ونغطي العجينه كلها بالخليط ده. ما نسيبش حته من غير ما نرشها بالخليط اللي معانا. هنخلص بقى كل الرش ده، وبعد كده هنلفها اسطوانه. الاسطوانه لفها سهل جدا، ولو في زي ما انا حاطه كده ورقه زبده او مفرش زي اللي انا حاطاه سيليكون هيسهل علينا جدا اللف. وبعد كده هنقسم العجينه القطع اللي احنا عايزينها.
ممكن قطع صغيرة ميني، ممكن قطع كبيرة، اللي احنا عايزينه. انا عملتها القطع المعتادة اللي احنا بناكلها وبنشوفها في اي مكان. فهنقسم العجينة بتاعتنا الاول كده عشان نعرف من الاول نحدد، وبعد كده نقسم على طول. ممكن بفتلة او بسكينة زي اللي معايا دي. السكينة دي مشرشرة، اللي هي بتبقى مع طقم السكاكين اللي هي بتاعة العيش. دي بتبقى سهلة جدا في التقطيع، احسن من السكاكين التانية. نخلي بالنا السكاكين بتعجن السينابون، لو هي مش مشرشرة زي دي هتعجن السينابون. لكن الفتلة او السكينة دي هي اللي بتطلعها بالشكل المظبوط اللي احنا شايفينه. ونكون مجهزين الصواني محطوط فيها ورقة زبدة زي اللي احنا شايفينها. وبعد كده هنحط، شايفين بقى السينابون طالع زي الوردة تحفة ازاي. بصراحة شكله وريحته من قبل ما يدخل الفرن كان روعة. شايفين شكلها تحفة ازاي، حلو جدا. اول ما نخلص الصواني هنغطيها ونسيبها تخمر طبعا في مكان دافي. مش هتاخد معانا نص ساعة لانها خمرانة قبل كده. هنكون مشغلين الفرن على درجة حرارة 240 او 220. وبعد كده بعد ما ندخله هننزله على 200 او ممكن 180 كمان. شايفين بعد ما خمر اتضاعف حجمه، ولسه لما يدخل الفرن هيتضاعف حجمه كمان. وبعد كده هنسيبه ربع ساعة في الفرن على درجة الحرارة اللي هي 200 او 180 حسب الفرن اللي عندنا. ياخد لون ذهبي من تحت وياخد لون ذهبي من فوق، وهيبقى كده تمام. هنجهز التوبنج بتاعنا اللي احنا هنحطه على السينابون اول ما يطلع من الفرن. كوباية من اللبن البودر وكوباية من السكر وقطعة زبدة، يعني حوالي معلقتين زبدة كبار. هنجيب بقى ربع كوباية مية سخنة بتغلي وهننزل على الخليط ده. الخليط ده يعتبر لبن مكثف. يعني احنا ممكن نستغنى عن الخليط ده كله ونجيب علبة لبن مكثف ونخلطها مع باقي المكونات اللي هقولكوا عليها. انا كده عملت اللبن المكثف. هنحط علبة جبنة مثلثات او اي نوع جبنة ما فيهاش ملح، يعني جبنة تكون مخصوصة للحلويات. وفي عند مستلزمات الحلواني اللي هو اللي بيبيع المستلزمات دي عنده جبنة مخصوصة للتشيز كيك او الصوص بتاع السينابون. هنخلطه كويس جدا باللبن المكثف اللي احنا عملناه لغاية ما يدوب كل الجبنة اللي معايا في اللبن المكثف. هنحط بقى معلقتين او 3 معالق او 4 معالق من الكريم شانتيه. هي دي الخطوة اللي بتفرق في لون صوص السينابون. دي اللي بتخليه لونه ابيض زي ما احنا بنشوفه في المحلات. لقيناه تقيل معانا ممكن ننقله في حاجة اكبر. انا نقلته في حاجة اكبر وزودت شوية لبن وبقى جاهز معايا. انتوا عارفين الكريم شانتيه بيتقل اول ما بيتضاف عليه اللبن، فاحنا كل ما نحس اللي هو تقيل قوي نحط شوية لبن صغيرين يعني، بس ما نكترش قوي. السينابون خد نص سوا، طلعته ورشيت على كل صينية نص كوباية لبن لغاية ما يتشربوا، واروح مدخلات تاني الفرن لغاية ما ياخد اللون الذهبي بقى من فوق ومن تحت. هيطلع معايا تحفة. خطوة اللبن اللي بنرشه في نص السوا دي بيديله طراوة رهيبة. وكده السينابون خلص وطلعته. حطيت عليه التوبنج وحطيت عليه الكراميل وحطيت عليه مكسرات اللي عندنا اي نوع ممكن نستغنى عنها. كفاية التوبنج من غير كراميل كمان. طري وتحفة وهش ولذيذ جدا واحلى من اللي بنشتريه من المحلات. وعن تجربة سنين تحفة، وهتجربوها وخلاص هتعتمدوها الطريقة دي. ولو عجبكم الفيديو متنسوش اللايك وشير عشان ناس كتير تستفاد. واشوفكم في فيديو جديد ان شاء الله. باي باي.